القصة بدات عام 1931 في باريس مع واحد خاينة سميتو بابيون. كان خبير في داكشي ديال القفولة. واحد النهار سرق شي دياموندات وعطاهم للبوس ديالو. البوس شك فيه واش مخبي شي حاجة، ولكن بابيون نكر وقال لي ما مخبي والو. في ديك اللحظة كنشوفوا واحد خونا جايبينو مفرشخ بالعصا، والبوس هدد بابيون وقال لي الا كذبتي عليا غندير لك بحال هادشي. بابيون خاف شوية، خدا فلوس، مشى عند صديق شونيش عطاه الدياموندات اللي كان مخبيهم ورا البوس ديالو. في ديك اللحظة كان واحد خاينة مراقبهم من بعيد. بابيون ونيت كانوا كيحلموا يبنيو دار بعيد على الاجرام، ولكن الصباح البوليس هجموا على الدار واعتقلوا بابيون بتهمة قتل داك خاينة اللي فرشخوا البوس البارح. بابيون حاول يشرح لهم باللي راه بريء، ولكن والو. تماك عرف باللي لصقوا ليه التهمة وباللي الطريق الوحيدة اللي بقات ليه هي الهروب من السجن. وسط الحبس بابيون تلاقى بواحد السجين سميتو جوليش اللي قال ليه باللي باش تهرب خاصك حصيصة ديال الفلوس. ورا واحد خاينة سميتو ديغا خبير في تزوير الفلوس وعنده الصرف مخبي. ركبوهم كاملين في واحد السفينة غادر واحد الحبس سميتو بان الكولوني مستعمرات العقاب. تماك بابيون عرض على ديغا باش يحميه مقابل الفلوس. ديغا في البداية رفض، ولكن فاش شوف واحد السجين تقتل قدام عينيه وجبدوا ليه الفلوس من كرشو تخلع بزاف وركبوا الرعب ووافق على الصفقة ديال بابيون. ديغا كيظن باللي مرتو غتخرجوا قانونيا، داكشي علاش ما بغاش يهرب مع بابيون في البداية. ولكن نهار السفاح اللي قتل السجين الاول ورجع باش يقتل ديغا تدخل بابيون في اخر لحظة واعتق عليه حياته. تماك بدات واحد الصداقة قوية بيناتهم وسط هاد الجحيم. بابيون شخصية ذكية وعزيز عليه الحرية اكثر من حياته، وديغا هو العقل اللي عنده الفلوس ولكن ما عنده الصحة باش يدافع على راسه. هاد الجوج كيكملوا بعضياتهم وسط هاد العالم اللي ما فيهش الرحمة. من بعد الصداع اللي وقع في السفينة السلطات عاقبوا بابيون عقوبة قاصحة، ولكن هو بقى صابر حيت ديغا مول الفلوس مازال عايش. غير وصلوا للحبس واحد خاينة سميتو جوليش دار راسو مجروح باش يدخل للسبيطار ديال الحبس حيت تماك العسا ناقصة وباغي يهرب. اما بابيون والاخرين داوم عند واحد المدير واعر بزاف حذرهم باللي الهروب مستحيل. اللي حصل كيهرب المرة الاولى كياخد عامين ديال الحبس الانفرادي، المرة الثانية 3 سنين، والمرة الثالثة كينقلوه لجزيرة الشيطان فين بنادم كيهبل تماك واللي قتل شي حد كيطيروا ليه راسو قدام كلشي. داو سجناء الخدمة ديال الصباح كيهزوا الحجر ثقيلة نهار كامل. بابيون استغل الفرصة مشى هضر مع واحد خونا مول القارب وتفاهم معاه باش يعطيه حصيصة ديال الفلوس مقابل القارب باش يهربوا. مول القارب طبيعة الحال وافق وقال ليه نتلاقاو ليلة ديال الغد، ولكن واحد السجين حقار سمع الخطة وهجم على ديغا باش يسرق عليه الفلوس ديالو. وبابيون دخل عاوتاني وفرشك داك خاينة. تما ديغا فهم باللي بلا بابيون راه غيموت تماه وقرر يهرب معاه بلا ما يفكر. نهار الاخر كارثة عظمى، جوليت اللي كان في السبيطار قتل جوج حراس وهو كيحاول يهرب، ولكن شدوه وقطعوا ليه راسو قدام السجناء. كلشي تخلع تماك. المدير امر باش يديو الجثه ديال جوليت يحرقوها، وفي الطريق ديغا مسكين بدا كيرض حيت ما موالفش يشوف الموتى والدم. ديغا بقى مخلوع وما قدرش يكمل وجا الحارس وامره باش يهز الجثه ديال جوليت. ديغا رفض حيت كان مصدوم. بدا الحارس كيجلد فيه بواحد القسوه كبيره. بابيون ما قدرش يشوف صحايبو كيتسلخ قدام عينيه، هز حجره كبيره وضرب بها الحارس الراس. طاق لي شي صحايبك عصايبه اللي تا هو ما كيرجعش اللور. من بعد ما ضرب بابيون الحارس بحجره هرب وسط الغابه وخلى ديغا مسكين مسمر في بلاصتو بالخلعه وما قدرش يتحرك. بابيون مشى باش يتلاقى مع مول القارب، ولكن الصدمه كانت كبيره. داك خاينه بدا كيضحك عليه بواحد الطريقه مستفزه، وفجاه لقى راسو محاصر بالحراس من كاع الجوايات. تماك تفرقعت الرمانه وعرفنا باللي خونا هو الجاسوس ديال المدير اللي كيعلمو بكل محاوله هروب مقابل فلوس صحيحه. رجع بابيون للحبس، ولكن المدير قال ليه باللي عندك الزهر داك خونا اللي ضرب شي ما ماتش، يعني بابيون ما غاديش يتعدم. ولكن العقوبه كانت قويه بزاف، عامين ديال السيلون في واحد الجزيره معزوله. فاش وصل بابيون لذاك الحبس الجديد جاتو الخلعه. تماك ممنوع تهدر، ممنوع تخرج، وحتى الهضره مع راسك ممنوعه، والماكله كانت غير واحد الشوربه اللي ما فيها ما يتكال. واحد النهار بابيون لقى جوز الهند وسط الماكله ديالو، وفاش حلها لقى فيها ورقه مكتوب فيها بلي غيبقى يوصلوا لجوز الهند كل نهار. بابيون فهم بلي هادشي من عند صاحبو الوفي ديغا. هاد الكوكو كان هو اللي مخليه عايش، ولكن حتى حاجه ما كتمشي كما بغينا. المدير عاقب الخطه، قتل الحارس اللي كان كيوصل الماكله ومشى عند بابيون كيغوت عليه باش يفرشكو اللي كان كيصيفط ليه الكوكو. بابيون بقى راجل ورفض ينطق بشي كلمه وما بغاش يبيع بصحيبو. المدير شعلاش فيه العافيه وقرر يعاقب بابيون بواحد العقوبه خايبه، حيد ليه النص ديال الشوربه اللي اصلا كانت قليله وسد عليه في الظلام. بابيون ولا بحال العمود والنفسيه ديالو انهارت. الظلام والوحده والجوع خلاوه يبدا يهلوس ويفقد عقله. وصل واحد الحاله ديال الضعف اللي ما كيقدرش فيها حتى يتحرك، والحل الوحيد كان هو يديو للسبيطار ديال الحبس باش ما يموتش تماك. وبصدفه حتى ديغا كان تما. بابيون كان قوي، واخا جربوا مع بابيون الجوع والظلام ما بغاش يبيع بصحايبو ديغا. هاد اللقطه كتبين القوه والشخصيه ديالو. واخا المدير استعمل كاع الوسائل باش يهرس النفسيه ديال بابيون، ولكن ما دا منه لا حق لا باطل. ديغا
دوز عام كامل وهو خدام في الحبس وكسب الثقه ديال المدير. واحد النهار مشى شاف بابيون ولقاه غير كيمثل باللي راه مشى ليه الفريق باش يخرجوا من السيلون ويرجعوه للحبس العادي. غير رجع بابيون وبداو كيخطوا للهروب ثاني. هاد المره جابوا معاهم جوج سجناء اخرين. سيلير واحد خاينه صحيح بزاف وماتشيش واحد مسكين كان كلشي كيحقر عليه. ديكا عطا كاع الفلوس لسيلير باش يشري قارب. واحد الليله كان الحبس كيعرض فيلم السجناء قرروا يهربوا. ديكا مشى عند الحراس اللي مقابلين الفيلم عطاهم الشراب وفيه واحد المنوم وسرق السوارد ديال الباب الرئيسي. في ديك اللحظه صبات الشمس هدا وتقطع الضوء. سيلير قال لبابيون يلا نهربوا دابا ولكن بابيون رفض يخلي صاحبو ديكا ومن الزهر وصل ديكا بالسوارج وحلوا الباب وهربوا بربعه بهم وسط الظلام. وهما كيجريو وصلوا واحد الصور عالي وخاصهم ينقزوا باش يكملوا الطريق. كلشي نقز ولكن فاش ديكا بغا ينقز شعل الضوء ديال الحبس على غفله. ديكا تخلع ونقز وطاح طيحه خايبه وترسات ليه رجلو. ديكا ما كيعرف لا ينقز لا يجري لا والو عنده غير العاقه مابقاش كيقدر يتمشى. سيلير الغدار قال لهم خليو هنا ويلا نمشيو ولكن بابيون رفض يخلي عشيرو. هزوه وماتشيش حتى وصلوا للقارب. ركبوا بربعه بهم في داك القارب صغير وخرجوا للبحر المظلم. فاش وصل النهار لقاو راسهم مازالين قرابين من الجزيره وعرفوا بلي القارب صغير بزاف على 4 ديال الناس. وفجاه بدات العاصفه مجهده وسيلير استغل القوه ديالو ودفع ماتشيش المسكين في البحر باش يخفف الثقل ديال القارب ومن بعد دار عند ديكا المهرس باش يلوحو حتى هو. فاش حاول سيلير يقتل بابيون وسط البحر بابيون لقى راسو ضعيف قدام القوه ديال سيلير ولكن فجاه دخل ديكا بكل شجاعه وضرب سيلير في ظهره وقتلو. لاحوا الجثه ديالو في البحر وطلعوا ماتشيش اللي كان غارق ولكن في ثواني ضرباتهم واحد العاصفه مجهده وغيبوا كاملين. فاش فاقوا لقاو راسهم في واحد الجزيره في كولومبيا والناس سماك عشقوهم. واحد الرهيبه جات عندهم وبابيون خاف وقال ديكا خصنا نهربوا. ديكا اللي كان سخفان من الجري قال لبابيون بلي الاتفاق اللي بيناتهم سالا وبغى يبقى تماك. اما ماتشيش عجبو الحال تماك كان مشغول وما كانش مسالي. الصدمه كانش فاش شاف بابيون البوليس جايين وعرف بلي الرهيبه هي اللي بلغات عليهم. حاولوا يعتق ديكا ولكن البوليس شدوهم كاملين وماتشيش مسكين قتلوه بالقرطاس. من بعد 5 سنين ديال العقوبه صيفطوا بابيون جزيره الشيطان. تما كانت المفاجاه لقى ديكا ديجا كاين تماك حتى هو تعاقب حيت خلط المنوم الحراس في الليله ديال الهروب القديمه. فرحوا بزاف فاش تلاقاو من بعد هاد السنين وهما جالسين. جاج بابيون فكره اسطوريه يصنع فلوكه من جوز الهند ويخلي الامواج يدفعوا لبر الامان. ديكا قال لي دير اللي بغيتي ولكن خليني بعيد على هاد الشيء حيت كنولف ديك الحياه الهادئه تماك وزيد عليها مرشو سمحات فيه وتزوجات بواحد اخر. واخا هكاك ديكا عاون صاحبو باش يصنع فلوكه. الغد ليه صحابنا ودعوا بعضياتهم. بابيون لاح الفلوكه ونقز في البحر والحاجه الزوينه اللي طراش هي الخوطه نجحات والامواج بدات كتدفعوا بعيد. ديكا كيشوف صاحبو غادي وكان فرحان ليه والدموع في عينيه. وهنا كتسالي القصه ديال بابيون. وهاد القصه اللي شفتو راه قصه حقيقيه ديال سجين سميتو هنري شارير. فاش العالم كامل سد عليه البيبان وقالوا لي بلي الهروب من هاد الجزيره مستحيل هو امن براسو وقدر يوصل للحريه اللي حلم بها هادي سنين. بابيون قدر يثبت بلي حتى حاجه ما تقدر تسجن الروح والاراده ديال الانسان. والى عجباتكم القصه الحقيقيه ديال التحدي ما تنساوش تخليو لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم ملخص جديد الفيلم جديد. هادي هي انستغرام ديالي. نشوفكم في فيديو جديد. تهلاو.